بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نعمل شوية خضرة كده مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان الصيف بيجي والخضرة يعني حالتها بتسوء. حبة خضرة كده مشكلين. الخضرة دلوقتي كويسة، يعني لسه هي لحد دلوقتي كويسة وسعرها معقول. انا جايبه الواحده بس مش كل الناس بتبيعها كده، يعني في حد طيب كده ابن حلال بيبيعها بجنيه. جايبه الحزمه من دول، بصوا ما شاء الله، والكميه بتاعتها يعني حلوه اهي. جايبه الحزمه بجنيه. كزبره وشبت وبقدونس، حاجه المحشي دي. ان كل الصيف ما يخش علينا، كل ما جودتها تقل بقى وتنشف وتبقى وحشه وتغلى، مش هتلاقيها بالخضار ولا الجمال ده، ولا الحزم بتبقى بالكميات دي. فنعمل حبة كده نشيلهم عندنا منه ينفعونا في العيد، ومنه ينفعونا برضو في الصيف لو احتاجنا يعني منه اهو. بصوا يا جماعة، بصوا الحزم حجمها حلو ازاي. هتلاقي كده في السوق عندك حد ابن حلال كده ما بيستغلش الظروف ولا حاجة، وبيبيع الحاجة بسعر يعني متهيألي، يعني في ناس بتبيعها بجنيه ونص في السوق، وفي ناس بتبيعها بجنيه. ممكن تلاقيها بجنيه ده تجيبي منه. تجيبي شوية خضرة كده حلوين، تغسليهم بقى حلو طبعا، وننشفهم وننضفهم ونخليهم كده زي الفل، ونخرطهم، ونروح شايلينهم في الاكياس في الفريزر. نجيب بقى منهم على قد احتياجاتنا كده. كل كيس هنعمله على قد احتياجك. شوفي انت بتحتاجي كميه قد ايه وحطي اهو. هنفك طبعا الحاجات دي، وهنشيل بقى لو في اي ورقه صفرة، ورقه سودا، ورقه مش عارفه كده. ماشي يا حبايبي. ننضفها كويس قوي. طبعا انا هنضفها كويس وهنغسلها طبعا ونهويها حلوه قوي، ننشفها تحت المروحه، مش هنسيب فيها اي ميه عشان ما تسودش معانا. ماشي. شيل منها اي ورق اصفر، اي ورق اسود كده مش عاجبك روحي شايلاه. ماشي يا حبايبي. الجزء ده بقى واحنا بنخرطها كده هنشيله برضو نرمي، لان هو بيبقى مش متساوي وناشف. يلا بقى صلوا على النبي، حضوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. هروقهم كده وانضفهم كويس وارجع لكم ونغسلهم مع بعض. بس يا حبايب قلبي يا غاليين، نضفنا الخضره بتاعتنا اهي. بصوا بقى زي الفل ازاي، مفيهاش اي حاجه. شلنا منها اي حاجه مش عجبانا، اي حاجه سودا صفرة، ورق كده مثلا بيبقى في بقع شكلها غريب، فكل ده بنشيله طبعا نرميه. هنغسلها بقى غسله محترمه. النهارده بقى اول يوم كده ذو الحجه، كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وهنا وسعاده يا رب. واكسروا بقى من الصلاه على الرسول كده، واكسروا من الاستغفار والدعاء. ادعوا لنا كده وليكوا ولأمة محمد، ربنا كده يجعلها ايام خير علينا كلنا يا رب. نغسل بقى زي ما قلت لكم كده يا بنات يا حلوين. نرمي الميه نشطف الطبق. نعمل الكلام ده كذا مره بقى عشان نضمن ان هي نطفت. الخضره دي كتير، انا ممكن انقصها كده عشان اضمن ان هي اتغسلت حلو. اشيل حبه واغسل حبه، لما اغسل دول اروح غسله اللي ما اتغسلوش. الكميه دي كلها انا جايباها ب15 جنيه. زي ما قلت لكم بعد شويه كده هنلاقي الحزمه بقت قد كده وناشفه وحالتها ما تصرش. حاجه اشيل عليها دول لما اغسل الحبه دول. كده اغسلها بقى كويس قوي كده وارجع لكم يا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا يا حبايبي، لازم نعمل في اي حاجه يعني اي خضروات ورقيه، جرجير بقى،
اي حاجه هتغسليها لازم تعملي كده، ما تصفيش الميه من عليها وهي في الطبق، لازم تشيلها من اللي في ايدك كده واغسلي طبقك ورجعيها تاني عشان تضمني ان هي نطفت. يلا بقى لايكات كتير كده قبل ما اغسلها وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي بصوا بقى انا كده غسلتها اهي زي الفل اهي، حاجه كده اخر نظافه. نروح بقى فين؟ حطها على ملايه نظيفه قط على صينيه، هنروح تحت المروحه ونحطها بقى ايه شويه كده تنشف خالص، مش عايزين يبقى فيها اي ميه عشان تبقى مش ما تسودش معانا. ماشي يا حبايب قلبي، يلا بينا بقى نروح نحطها تحت المروحه ونرجع بعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. بقلبي يا حلوين بصوا الخضره بقى بعد ما اتغسلت ونشفت اهي، ما بقاش فيها ولا نقطه ميه خلاص اهي. حطيناها تحت المروحه ونشفناها كويس. نعمل ايه بقى؟ ناخد حبه بحبه كده على قد ايدينا ونروح ايه مقطعينها. طبعا عندك مفرمه الكبه بتاعتك بتفرم الخضره كويس افرمي فيها. عندك بتحبي عندك بقى بلانشة زي ما بالطريقة اللي تحبي تقطعي بيها قطعي. انا هنشيل الجزء ده منه بيبقى ناشف ومنه ايه بيبقى مش متساوي. ماشي يا حبايب قلبي، هي الخضرة خلاص يعني بدأت تنشف برضو. بقدونس بالزيت وخروطي بقى وقطعي بسم الله حبة بحبة كده عشان عايزين نقطعها ايه برضو تبقى قطع صغيرة وناعمة كده. وتخلي بالك طبعا من السكينة. نقطعها بقى كلها كده بصوا. الجزء اللي في الاول ده يغلبنا شوية بس بعد كده خلاص تبقى سهلة. خلصها بقى وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا حبايب قلبي يا حلوين احلى شوية خضرة. بصوا الجمال، بصوا الجمال والحلاوة ناشفين ولا فيهم اي مية. نعبي بقى في الاكياس بتاعتنا كده على قد ايه احتياجنا مثلا. ماشي يا حبايبي، عبيهم بقى في الاكياس وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي بصوا بقى انا عبيتهم كده في 6 اكياس. طبعا الحاجات دي لما بتبقى موجودة في البيت بتسهل عليكي كل حاجة، بس الخضرة دي يا حبايب قلبي خاصة بالمحاشي. ليه بقى؟ ان مثلا لو هنعمل كفتة بتبقى حابة الخضرة فريش شوية، وبعدين الكفتة بنحط لها بقدونس بس ما بنحطش خضرة مشكلة. ماشي بصوا الجمال بقى والحلاوة. طلعنا منها الهوا عبينا في الاكياس على قد الكمية اللي بنحتاجها. هما 6 اكياس اهو الكمية اللي انا جايباها. طبعا عايزين يعني لو حابة يعني اتاحت لي الفرصة يعني ان ازود تاني او اجيب خضرة تاني هجيب ان شاء الله. يعني جاتلك بقى فكرة تعملي محشي في اي وقت كده ويعني في وقت قليل في ثانية تكون كل حاجة جاهزة. ليه بقى؟ عندك القطة مسبكة، انا عملت لكم فيديو الصلصة. عندك الخضرة جاهزة اهي متنضفة ومتقطعة وزي الفل. مفيش الا بس هتجيب المحشي بتاعك حاجة المحشي وعلى طول في ثانية قبل ما التسبيكة يعني يعتبر متسبكة عشان الصلصة بتاعتنا متسبكة اهو. ثانية تعملي محشي وفي اقل وقت. ماشي يا حبايب قلبي يا حلوين. طبعا لو الفيديو بقى عجبكم متنسوش تحطوا لي لايك، واللي بيشوفنا لاول مره مشتركش في القناه يشترك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.